أهلا بيكم. كتاب النهاردة عبارة عن ديوان شعر بالعامية للشاعر عبد الرحمن الأبنودي. جوابات حراجي القط، أو بمعنى أصح جوابات حراجي القط. حراجي القط ده كان عامل في السد العالي. هنشوف السد العالي مش كمشروع قومي من أكبر مشروعات القرن العشرين، ولا إن هو عمل بحيرة صناعية اللي هي بحيرة ناصر، واحدة من أكبر البحيرات الصناعية في العالم، ولا إن هو مشروع قومي قعد حوالي 10 سنين مصر بتبنيه علشان تتحكم في فيضان النيل وتولد منه الكهرباء. السد العالي النهاردة من وجهة نظر عامل في السد العالي شخص بسيط من الصعيد فقير بيشتغل نفر في الغيط، بيروح يزرع الأرض الزراعية مش بتاعته، يعني شغال فيها أجير، وآخر اليوم ياخد أجرته ويروح. لما العامل ده يشتغل في السد العالي، شاف السد العالي إزاي؟ شاف السد العالي من وجهة نظره هو، من غير ما حد يعرفه أو يقوله، بعيونه هو وبدماغه هو وبفهمه هو وبتفكيره هو، شاف السد العالي إزاي. ولما نعرف إن السد العالي ده عمله حوالي من 30 ل 40 ألف عامل مصري، هنتخيل قد إيه أثر في الناس البسيطة، الناس العادية، واعتبروه مش بس شغلهم، اعتبروه حلمهم، واعتبروه الحاجة اللي خلت لهم دور في الحياة يحكوا بيه للناس هم كانوا عمال في السد العالي. الديوان عبارة عن جوابات بيكتبها لسطى حراجي العامل في السد العالي لمراته، ومراته بترد عليه الجوابات دي، وهما الاتنين ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، حد بيكتب لهم الجوابات وحد بيقرا لهم الجوابات. فدي كانت وسيلة التواصل ما بينهم، الجوابات. وكان عنده طفلين، عزيزة وعيد، والشاعر بيهدلهم الديوان ده، مسميهم أبناء التعب وأصحاب الغد، عزيزة وعيد. لما سافر بعت لها أول جواب ليه بعد شهرين، فهو بيكلمها يقول لها إيه؟ شهرين دلوة من يوم ما عينيك يا فاطمة بلت شباك القطر، لسوعت بدمعك ظهر يدي، لحظتها قلتلك قبل ما هوصل هتلاقي جوابي جاي، نهنهتي وقلتيلي بعتاب النبي عارفك كداب، نساي وهتنسى أول ما تنزل في أسوان. ما عرفت ساعتها يا مرتي أضحك ولا ما عرفت ساعتها إذا كنت بعوز القطر يوقف ولا يولي. هي بقى لما جالها الجواب ردت عليه بتقوله النبي ساعة ما مرزوق البسطاوي ما نده كده زي ما كون دجت في حشايا النار، وكأن العمر بيصدق بعد ما كان كداب، اتأخرت مسافة كبيرة كبيرة علي، عارف فاطمة يا حراجي لا ليها عايل ولا خي، ليه تتأخر كده يا حراجي؟ شهرين يا بخيل، 60 شمس و60 ليل، النبي يا حراجي ما طول قلبك لقطع بسناني الحتة الجاسية فيه. هو بقى بيشرح لها ان هو وقت ما كانت التجربة جديدة عليه قد ايه ما كان حاسس انه غريب ومش عارف هو سايب مراته وولاده ليه، وازاي خرج من قريته الصغيرة دي ورايح لحاجة هو مش عارفها ومش فاهمها. هم بس قالوا له في شغل فتعالى هتاخد فلوس معينة، وافق على الفلوس دي وراح. فبيقول لها عارفة يا مرتي الراجل في الغربة يشبه ايه؟ عود ذرة وحداني في غيط كمون، حسيت بالخوف ناشع في عروجي زي البرد، وقعدت اعجل نفسي واقول يا حراجي يا ابوي امال جيت ليه؟ الخايف من الغربة ما يجيش، اتحمل عشان كسوة عيد ورغيف العيش، لكأنك يا اخي رحت الديش. تحول بقى في حياته لما بيحكي لمراته عن أسوان، وقال لما استقر فيها وبدأ يستلم شغله، هي بتقول له ازاي صاحب الفاس يبقى أسطى. فبتقول له ايه؟ اللي بتقوله عن أسوان يا ابو عيد حكاية ولا حكاية ابو زيد، يعني مش زي بلدنا، امال ناسها بيسووا ايه؟ وانت طول عمرك راجل صاحب فاس، فهمهاني دي لحسن عاملة في دماغي زي الخبطة، كيف صاحب الفاس يصبح أسطى؟ هو لما وصل هناك وبدأ يتعلم وبدأ يشوف الدنيا بشكل أوسع، بدأ يفهم بعض الحاجات الأولية اللي حب يشرحها كمان لمراته. فبيقول لها إيه؟ قولي يا فاطمة للي بنقوله واللي ما بنقولوش، الدنيا مش عيش بس ولا جروش ولا غيطان وفروش، قولي يا فاطمة للكل إن إحنا كنا هبل وضيعنا العمر فشوش، والله ما ضيعنا يا فاطمة غير الفاس، وتريني يا فاطمة عرفت الهم يوم ما عرفت الفاس، أدعي على أبويا ولا على جبلية الفار، ولا أدعي على اللي علمني أغوى كلمة أنفار، يقطع ده اليوم الطين اللي اتعلمنا الفاس، كان يبقى صح الفاس لو ليا أرض، أهي بس في دي يبقى الفاس فاس، لكن ما خبتها شغلة يا فاطمة إن كانت في أراضي الناس.
السد يا فاطمة فتح عيني على الدنيا زي ما يكون طلعني للنور من بير، علمني كتير ويوماتي بيعلمني كتير. هو شايف ان دلوقتي بينتمي لحاجة اكبر، بيشتغل في حاجة ليها بالنسبة له أهمية وانتماء أكتر من إن هو يكون شغال نفر في أراضي ناس تانية، مش إن الأرض دي تكون أرضه. بيقول لها حراجي خلاص بقى يغوى الأيام، بيخاف على عمره زي النسوان لما تعجز. أصل يا فاطمة يا مرتي خلاص في إيديا مسكت الخيط، وانتي عارفة النور في الضلمة ليه قيمة حتى لو جالي من خرم صغير في الحيط. أكتر ما اتعلمنا في الجبلاية يا فاطمة غلط في غلط، وأجلها حاجة اتعلمناها غلط، إن الدنيا حالها كده معدول، مع إن الدنيا يا فاطمة المعدول فيها غلط. ولما شاف المهندسين شغالين في السد حس إن الناس دي عندها من العلم اللي قادر يطوع لها الصعب. العلم يا فاطمة العلم ده أمره غريب، دماغات زي الدماغات اللي في جبلية الفار، لا عين زايدة ولا ودن، لكن بتسوي الأعاجيب. ده احنا بس الليل لما بيجينا في الجبلية بنخاف، لكن دول الدنيا فروسهم محسوبة صحيح، حاسبين الدنيا العفاريت. بس يا فاطمة لو كنت تتعلم. كلمها بقى، بيقول لها ايه معنى الغربة من وجهة نظر. عمالة تكلمه وتقول له الغربة الغربة الغربة، فبيشرح لها وجهة نظره في معنى الغربة. وكتير في الجوابات بتقول يا فاطمة الغربة الغربة الغربة. ايه هي الغربة يا فاطمة؟ ومتى يبقى الواحد مننا في غربة؟ لما يسيب بلده. الواحد بلده الحتة اللي بيغواها، بيته الفرشة اللي عينه تنعس جواه، وانا هنا عال في صواه. ما تتضايقيش مني يا فاطمة لو قلتلك حتى لو ادوني اجازة مش رح اجي. مراته لما طالت عليها الغربة هو قعد سنين في السد العالي، فبعتت له بتقول له احنا واخدينك يا حراجي عشان تبقى معانا، وعشان نبقى معاك يا تاخدنا معاك يا حراجي يا ترجع تقعد في البيت ده معانا. لكن عارفاك مش راجع يا حراجي، عارفاك منقوط في ترابها زي الشجرة هناك، يبقى الأحسن تاخدنا معاك. الضلمة بقت في الليل بتسود قوي يا حراجي، وانت مش رح تاجي، وانا مش عارفة اسوي ايه فيك، ربنا يهديك. هو بقى بيرد عليها في الوقت اللي اتحطت قدمك على اول عليوة لفوق يا حراجي يقولوا لك تاجي. ده انا حتى ساعات بحدد نفسي واقول يكونش السد ده عاملينه عشاني، فحكاية جيك عندينا مش معقولة، وحكاية جيتنا عنديكم مش معقولة، وحكاية ان الناس طول عمرها تتجوز عشان تقعد مع بعضيها مش معقول. بعد كده لما حب يحس بانتمائه اكتر للسد ده، وحب يعرف ايه مساهمته او ايه دوره في البناء الكبير ده اللي موجود قدامي، ففكر. فتفكيره ده بيتناقش فيه مع مراته، بيقول لها ايه اشكالي يا بنت خالي اني مش عارف فين اللي عملته بيد في الهيصة الكبرانة دي، فين شغل حراج القط الشغال من سنتين في السد العالي، يعني اللي يجي يقول لي فرجني على اللي عملته يا حراجي كيف هنطق وارد؟ مش باقي منهم غير العوجة اللي في كتفي، يتحسبوا كيف دولم يا ولاد؟ يعني اللي يقول لي فين شغلك يا حراج اشاور له على كتفي؟ يعني معناها احب السد ده كله عشان ليا فيه شغل؟ اهو كله بنا ويبقى بتاع الكل، يعني ايها حد من الشغالة ليه في السد ده سد. حكاية مليحة. ما يبقى انت كمان اللي دفعتي لحد دلوقتي سنتين من عمر حراجي وسنتين من الشوق والصبر ليكي زينا يا فاطمة في السد. بعد كده بيشرح ان مش كل حاجة الاكل والشرب او الفلوس او اليومية او الاجرة اللي كان بياخدها، في حاجات تانية ليها اهمية وتأثير عليه وعلى رضاه واحساسه بنفسه اهم بس من الفلوس اللي كان بياخدها اجرة كل يوم. ده الزرع صحيح اللي سجيته بشجاية، ما الواحد فينا يا فاطمة لازما على ظهر الدنيا يترك لون، مرة راجل لازم نطلع منها سايبين لون. ايد البني آدم ما تسيبش في الأرض دي لون، ملعونة وصاحبها ملعون. القرش اللي أنا باخده يا فاطمة مش قبضيتي، أنا بقبض حاجة تانية من السد. ايه هي؟ أنا مش عارف، لكن حاسبها تمام. كل ما عدت ليام كل ما بعرف قيمة شغلي وقيمتي. وتاري يا فاطمة توب الواحد منينا ليه مليون جيب غير الجيب اللي بنشيل فيه القرشات. ويا عالم في ايه تاني؟ مش لقمة وبس يا فاطمة، أنا مش طور روحي عطشانة ل100 حاجة، والسد بيفتح في روحي مليون طاقة. الواحد فينا مش اسمه بس متجيد في المديرية يا فاطمة وفي جيبه بطاقة. أنا بيتكلم عن حاجة مهمة اتعلمها، حاجة مش اتعلمها كشغل من السد العالي، حاجة اتعلمها في حياته، إن الناس أشكال وألوان، وإن الناس مهما كانت ظروفها في ناس أصلها طيب وفي ناس أصلها مش طيب. حتى لو الظرف واحد أصل الناس بيختلف
وتصرفها بيختلف. السد يا فاطمة يا مرتي جولي بحد كبير لم الناس من كل هديم، من كلها صنف وشكل، الناس اللي إبريجها يملى كباب الكل، والناس الطفل، الناس الجمح والناس التبن، الناس اللي تمشي تزرع فرح في وش الناس، والناس اللي يفزعها غياب الحزن، اللي زارع نفسه في قلب الناس واللي رامي نفسه في سجن. لما شاف الصورة بشكل أوسع حب إن ولاده يطلعوا أحسن منه بفطرته وطيبته وسجيته، حب إن ولاده يكونوا متعلمين، حب إن ولاده يكونوا على مستوى أعلى من الفهم، وإن هم يعيشوا حياة أحسن من اللي كان عايشها هو. فبيقول لها إيه؟ عزيزة وعيد لازم يكبروا في طريق تاني، يمشوا في طريق تاني بعيد. والله غلابة الفجرة وما غلبان اللان، كل لما بصحى بشوف، وكل لما أشوف عيني تصبح وسعانة، أشوف تاني وتاري في زماننا الشوفان حزن. شوفي في الأول كيف حراجي كان مبسوط بالشوف، لكن كله قلب دلوقتي معايا يا فاطمة بخوف. بعد كده بيتكلم حتى لو المعرفة فتحت عينيه على وضعه، وقد إيه ده بيمثله تحديات إن هو يحسن من وضعه، وإن هو يشوف الحياة حواليه بعيون أوسع، وكل شوية يفهم، وإنه في الأول على قد معلوماته البسيطة كان سعيد وعايش وراضي. بس بالعكس، حتى لو المعرفة هتسبب له نوع من أنواع الحيرة أو الحزن، أو إن هو يدرك إن هو محتاج يحسن من وضعه ده، إلا إن هو حابب المعرفة دي وحابب وضعه كعامل في السد العالي، وحابب إن هو يتعلم. فبيقول لها إيه؟ إن خلص السد هروح وياه، مشروع الكهرباء أي مكان. هو ترك السد يا فاطمة ده بالكيف؟ انت لسه فاكراني هنا في اسوان غريب في الحته وضيف؟ ده انا السد يا فاطمه، انا السد، ولا عادش يهمني حد، واما ببص عليه ما بيملاش عيني حد. ده كان جزء من جوابات حراجي القط لمراته، شخص تحول لشخص اكثر وعيا واكثر فهما، حاسس بانتماء، وانه جزء في حاجة كبيرة، مشروع كبير. وده اللي بيخلينا نحس بقيمتنا ونحس بأهميتنا، مش بس كأفراد، حتى كدولة، حتى كبلد، حتى كوطن. احنا لينا تراث ولينا تاريخ ولينا قصة تتحكي، قصة كفاح شعب وأفراد وبلد. احنا لينا تاريخ نتسند عليه عشان نعرف نكمل اللي جاي، ويبقى عندنا ثقة في نفسنا ان احنا قادرين، ونتعلم كلنا زي حراجي.